ناحية تانية حطت شروط لمحمد علي إنه يفضل ضعيف وتابع للدولة العثمانية، اللي بدورها دولة ضعيفة وتابعة للإنجليز، وإن تعداد الجيش المصري ما يزيدش عن 18,000 جندي، بعد ما كان تحت إيده أكتر من 300,000 جندي. وده طبعا لأنهم شافوا مدى تطور الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا، وفرضوا على محمد علي خصخصة الأراضي الزراعية وإنه ما يبقاش هو المتحكم في الرقعة الزراعية. وطبعا انت اكيد بتسأل هو ايه علاقة انجلترا بالرقعة الزراعية لمصر، وايه علاقة ده بالصلح بين محمد علي والسلطان العثماني. ومش بس كده، ده كمان انجلترا هددت محمد علي انه لو ما التزمش بالشروط دي هي هتعلن الحرب عليه. كل شروط معاهدة لندن كانت بتصب في مصلحة انجلترا، وكان هدف انجلترا ان محمد علي ما يقدرش يحقق اي فوائد مالية من الزراعة، لان قبلها كان محمد علي محتكر الزراعة والصناعة والتجارة.